مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: خبر عاجل عن ارتفاع الأسعار. قبل ما نبداو في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. قال أستاذ القانون الدستوري عمر الشرقاوي أن شعارات المراقبة لخفض الأسعار ستبقى مجرد تسويق القدس في حال لم يتم إحالة كبار المراقبين على القضاء. وكتب الشرقاوي في تدوينة له على الفيسبوك أن مراقبة الأسواق يعني إحالة المضاربين الكبار قبل الصغار على القضاء، وما دام أن المراقبة هي مجرد تسويق تلفزي. وشدد المتحدث على أن زجر المضاربين الكبار سيخيف الصغار وستنخفض الأسعار وغير ذلك، فستبقى دار لقمان على حالها. ويتساءل المغاربة عن أسباب وقوف السلطات موقف المتفرج دون تحريك الردع في حق المضاربين الكبار خاصة، وأنها تتوفر على كل السبل والطرق التي يخولها لها القانون للتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن في فترة جد حرجة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.